الحقيقه انا عايزه بس احط النقط على الحروف في الاول. محمد محمود امبارح، ذكرى محمد محمود، انا تخيلت ان ذكرى محمد محمود دي هتبقى يعني مطالب، ناس بتهتف وبتقول نعمل ايه في الفترة اللي جاية، اجتماعات بين الثوار و نخاطب فيها الشعب، نقول له بعد السنة اللي عدت دي شايفين ان احنا نعمل ايه عشان نعدي بالبلد الفترة دي. لكن في وقت اللي فيه ارهاب، احنا المفروض ان الثوار والاخوان او اللي بيرفعوا شعار 4 دول والمصريين يعني التقسيمات اللي تقسمناها دي، في الاخر بيزعم كل فريق فيهم 2 و3 و4 و5 والهيافه دي. هيافه بصراحه. ان يا جماعه مش المفروض ان احنا بنزعم ان الاشارات دي كلها والانقسامات دي والصراعات دي كلها عشان احنا بنحب مصر، وكل واحد شايف انه بيحب مصر بطريقته، وكل واحد شايف ان من وجهة نظره مصر هتبقى احسن بالشكل الفلاني، صح؟ مش ده خلافنا على مصر. انا ما شفتش في احتفال في ذكرى محمد محمود امبارح علم مصر، ما شفتش. كنت متخيله ان هيبقى في اعلام مصر كتيره، كنت متخيله، لكن انا شفت قتل وضرب واشتباكات هل يلي بتحبوا مصر، يلي نزلتوا يا ثوار يلي بتحبوا مصر، لو اللي نزل فعلا ثوار بيحبوا مصر، هل ده وقت اللي بنتحارب فيه من الخارج، من الحدود، اللي بيموت فيه جنودنا كل يوم، واللي بيموت فيه ضباطنا كل يوم، واللي كل يوم يبقى عندنا عربية مفخخة في حتة هل انتوا شايفين ان ده وقت ان احنا نعمل ربكة في الداخل، ولا نتكاتف كلنا عشان نعدي بالبلد ونحارب الإرهاب، وبعدين نبقى نشوف مين اللي هيمسك 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6 ولا الفلول ولا العسكر ولا الهرتك اللي احنا فيه بقالنا 3 سنين ده. يعني أطلب من أي حد بيزعم إن هو بيحب مصر، أنا ولا سياسية ولا بحب السياسة ولا أي حاجة، أنا نفسي أنام أنا وولادي بالليل مطمنين وعايشين وفاهمين إن في مستقبل. يا ثوار يا اللي مش موافقين على اللي بيحصل الأيام دي، خلينا نعدي، بس يعني نعدي بفكرة الإرهاب دي ونحارب الإرهاب ونطمن، حدودنا تتأمن جدا، ونبقى متخيلين ان مفيش اي حاجه جايه من الخارج، ونستتب واعملوا اللي انتوا عايزينه. بعد كده انزلوا بقى اعملوا ذكرى واشتبكوا مع بعض واقتلوا بعض وكل حاجه زي ما بيقولوا الضباط اللي قتلوا امبارح واحد. لا، الضباط ما قتلوش واحد امبارح، الداخليه نفت اي علاقه ليها بالموضوع ده، ومتهيألي انها اتعلمت الدرس ده كويس قوي. زي ما كل القنوات بتطلع تقول واحد مات والضباط ضربت، الضباط دول هم اللي شالوا الجثث اللي نزلت تحت القطر في ربع ساعة. ضباط الأمن المركزي دول هم اللي قضوا على الجريمة في الشارع. الضباط دول هم اللي وقفوا معانا في وقت كنا مهددين جدا جدا جدا. الضباط دول إذا كانوا بتوع القوات المسلحة أو الداخلية هم أملنا الوحيد في إن احنا نعدي الفترة دي. الكلام ده على مسؤوليتي الخاصة، واللي مش عاجبه أنا بحترمه برضو، بس أنا بقول كلمة حق، لأن أنا شايفة إن مفيش حد حمينا بعد ربنا غيرهم، فمش وقت خالص 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 إن احنا نكسر فيهم تاني. حادثة القطر والله يكون في عون القوات المسلحة، والله يكون في عون كل
الامهات، امهات الجنود اللي توفت النهارده، وبعزي كل ام وبعزي كل اب، وبقول بجد لازم تبقوا فخورين انهم كلهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى. وعارفه ان ده كلام مش ممكن يصبر اي ام دلوقتي، بس بجد هم في مكانه عاليه جدا دلوقتي. واللي بيعمل عربيه مفخخه و ده جبن. عايز تحارب، عايز تجاهد وجها لوجه، ما تضربش وتجري، وجها لوجه، اقف بسلاحك قدام سلاح، حارب، لكن ما تحطش بومبا وتجري. القتل غدر مش جهاد، القتل غدر مش جهاد. لكن لو انتوا بتتكلموا عن الدين، الغزوات و كان ناس بتقف قدام ناس تحاربهم. اقفوا قدام الجيش المصري حاربوه، اقفوا قدام الجيش المصري حاربوه، بس في وشه، ما تضربوش من ظهره.